تخيل تنزل البحر وتطلع بأغلى حاجة ممكن تشوفها في حياتك، كنز لا على البال ولا على الخاطر. هو مش ربنا قالك يخرج منها اللؤلؤ والمرجان؟ طب اسمع القصة. أهلا بيك في حلقة جديدة صديقي في برنامجكم المفضل عودة عالم البحار. حضر بقى شنطتك ومعداتك عشان النهاردة هنعدي ونبقى أغنياء. تبتدي قصتنا النهاردة بمجموعة غواصين في الخليج العربي نزلوا غطسة عادية جدا. طبعا غواصين زمان كانوا بينزلوا على نفسهم قبل وجود المعدات، وغواص منهم فتح صدفة محار، لكن اللي شافه وداه عالم تاني. لقى لؤلؤة مدورة لونها أبيض بيلمع للفضي. الغواص ساعتها حس اللي هو لقى حاجة مش طبيعية، حاجة شكلها غالية، حاجة ممكن يبقى ليها قيمة وبتتباع بتمن غالي كمان. وعلى طول خدها وطلع على المركب واكتشفوا ان ده اللؤلؤ الطبيعي. اللؤلؤ يا صديقي هدية البحر الغالية لينا، خصوصا بقى من الخليج العربي ومياته اللي كانت كنز حقيقي للؤلؤ، ويمكن أهم مصدر ليه في العالم. اللؤلؤ بالنسبة للخليج العربي كان شريان حياة ليهم، ويعتبر إرث وتراث عريق جدا ليهم، وتاريخ بيمتد من آلاف السنين. النهاردة الحلقة ممتعة، جامعة ما بين التاريخ وعالم البحار والغوص كمان. الخليج العربي وشبه جزيرة العربية من أغنى وأهم البلاد في العالم بلا شك، وده مش مؤخرا، ومش بس بسبب تجارة النفط وإنها مركز تجاري عالمي والاستثمارات المربحة جدا والنهضة الاقتصادية العالمية، لا، البلاد دي غنية من زمان، وعرفت ازاي بذكاء انها تتواصل وتستغل الطبيعة من حواليها، البحر مثلا. ومن هنا بدأت حكاياتهم مع اللؤلؤ المشهورة بغوص اللؤلؤ. البدايات زي ما قلت لك فعلا من آلاف السنين، لأن ظهرت اكتشافات أثرية من مجوهرات اللؤلؤ مدفونة بيرجع تاريخها لحوالي 2300 سنة قبل الميلاد. لقوها في مواقع دلمون في البحرين، وأم النار في الإمارات، وفي جزر قرب ساحل أبو ظبي في 2017 لقوا فيها حفريات لؤلؤ بيرجع تاريخها للعصر الحديث كمان. ده غير إنها اتذكرت في النصوص الرومانية واليونانية، زي كلام المؤرخ اليوناني بلينيوس الأكبر عن لآلئ في تايلوس اللي هي البحرين حاليا، وكمان في النصوص الهندية والروايات الصينية اللي كان بيجي لها اللؤلؤ من الخليج. ده غير كمان اللي كان فيه علماء عرب من العصور الوسطى زي الإدريسي والمسعودي قدموا روايات مفصلة عن تقنيات صيد اللؤلؤ من القرن العاشر للقرن ال12. ولقرون بقى فضلت منطقة الخليج أهم مركز لاستخراج اللؤلؤ في العالم والتجارة فيه كمان. وكانت صناعة قديمة وحقيقية ومهمة للمجتمعات الساحلية هناك في المنطقة، اللي منهم الإمارات حالياً. عندك مناطق مثلاً زي دبي حالياً مركز لصيد اللؤلؤ. في عهد الشيخ مكتوم في أواخر القرن ال19، يعني في سنة 1904 مثلاً، كان في أكتر من 1200 مركب صيد لؤلؤ شغالة على طول الساحل المتصالح اللي بقى دولة الإمارات في وقتنا حاليا يا صديقي. وكان شغال عليها أكتر من 20,000 واحد، شوية منهم في بناء السفن وتصليحها وحماية الأساطيل. ونيجي بقى لأهم مجموعة فيهم وهم الغواصين، زمايل المهنة بقى ومعلمين القدام العظام. غوص اللؤلؤ زمان كان مهنة بطولية بصراحة، يعني تخيل الغوص من غير معداتنا الحديثة دلوقتي وانعدام التكنولوجيا، ده غير المخاطر بصحتهم وحياتهم كلها. كان موسم الصيف دايما بيبقى عادة من يونيو لسبتمبر، مع غوصات موسمية كده أصغر في الربيع والخريف. وكان في هيكل منظم لفريق المركب وقتها، كل مركب كان ليها رئيس وكان اسمه النخوذة أو النغزة. طبعا يا صديقي عايزك تعرف إن كل اسم كان بيختلف من منطقة لمنطقة ومن لهجة للهجة ومن بلد لبلد. ومساعد قبطان السفينة كان اسمه المجدمي أو الجعدي. وكان في طبعا الغواصين اللي هم الركن الأساسي، والسيب دول رجال أقوياء كانوا بيسحبوا الحبال المتصلة مع الغواصين. دول كانوا من أساسيات الفريق، وغيرهم من المساعدين موجودين، حتى كان في أطفال بتشارك في عملية الصيد. الغواصين كانوا بيشتغلوا المدة بتوصل ل 12 ساعة، وبيعملوا تقريبا من 40 ل 60 غوصة، وكل غوصة كانت بتاخد لها حوالي 90 ثانية. وبيقابلوا بقى أسماك القروش والأناديل وعرضة للإرهاق الكبير كمان، وساعات كان بيجي لهم أمراض قاتلة. بالرغم من كل المخاطر دي، إلا إن غوص اللؤلؤ كان لأهل الإمارات كان مرتبط بالبقاء ومصدر عيش ليهم. مش بس كده،
ده كان كمان جزء من هويتهم. تقنيا بقى ادوات الغوص كانت بسيطه جدا، كانت عباره عن الفطام، وده كان مشبك للانف بيمنع دخول الميه، والحصاه ده كان تقل حجري عشان النزول السريع. عندك مثلا في اماكن تانية كانوا بيسموه الحير اللي هي يعني الحجر، واليده ده كان حبل النجاة للغوص، طوله كان بيوصل ل 70 متر، والديين ده كان الكيس أو السلة اللي الغواص يقعد يجمع المحار ويحطهم فيها. يبقى بقى القصة كلها على بعضها كده إن هما كانوا في الصيف يطلعوا على البحر يركبوا مركب شراعي. يبدأ الغواص يستخدم 3 أشياء عشان يقدر يغوص ويوصل للؤلؤ أو المحار تحت. يبدأ الغواص يستعد، أول حاجة يحط رجله في حبل كده اللي هي في الحير اللي هو الحجر، والحبل ده متوصل بفوق مع المركب بالمساعد بتاعه اللي هو السيب، ويحط رجله في النعال ويوديه تحت، ويمسك الدييب بتاعته ويقعد يدور على المحار ويجمع فيها. الغواص تحت ياخد من دقيقة ونص لدقيقتين من غير تنفس، وطبعا بيبقى حاطط في انفه الافطام عشان يمنع الميه ان هي ما تخشش جوه الانف، وينزل تحت على عمق من 12 ل 13 متر. وكان الغوص من شروق الشمس لحد الغروب، من 3 ل 4 شهور على المركب، ياكلوا ويشربوا ويناموا على السفينه الشراعيه. على قد ما كانت عملية الغوص عملية شاقة، بس الفريق كله كان بيستمتع، وكانوا بيرتبطوا ببعض عاطفيا، وكان في روح الفريق. يعني كان بيبقى معاهم شخص مثلا اسمه النهام أو النهام، ده كان بيغني ليهم أناشيد من التراث الإماراتي اللي محفورة ومحفوظة في وجدان الشعب الإماراتي لحد دلوقتي. وفضلت دول الخليج مركز لتجارة وصناعة اللؤلؤ في العالم، وكانت صناعة مزدهرة جدا، ويعتبر رقم 1 نمبر 1 اللي بيعتمدوا عليه في الاقتصاد، إلى أن تدخلت اليابان واخترعت اللؤلؤ الصناعي، وبدأ يملى الأسواق في عشرينات القرن العشرين. وطبعا الناس راحت له وسابت اللؤلؤ الطبيعي الغالي جدا، ده غير فترة الكساد العظيم اللي حصلت في العالم، وإننا نصرف على منتجات فاخرة بقت شبه مستحيل. بس الفرج جه من تاني لما تم اكتشاف النفط في خمسينات وستينات القرن العشرين في دول الخليج، وبدأ الغواصين وأطقم العمل على السفن يروحوا بقى للاقتصاد الجديد اللي هو مبني على النفط، وسابوا صيد اللؤلؤ وراهم، سابوا غوص اللؤلؤ وراهم كصناعة بس لسه التراث موجود في وجدانهم. ومش بس كده يا صديقي، في جهود للإحياء الثقافي والحفاظ على التراث العتيق من الدولة نفسها، زي عرض أدوات الغوص والمراكب، وتوثيق للروايات الشفهية والأناشيد وقت صيد اللؤلؤ. عندك مثلا في متحف الشندغة في دبي، ومتحف الشرق البحري. كمان في مزارع مشهورة للؤلؤ المزروع اسمها لؤلؤ السويدي في راس الخيمة، أسسها عبد الله السويدي في 2005، وبيقدم جولات تراثية وزراعية وتثقيفية عن كيفية زراعة اللؤلؤ هناك. اللؤلؤ النهاردة رمز من رموز الوطنية الإماراتية والخليج عموما، واحد من أجمل وأهم خطوط النسيج الثقافي الإماراتي. صيد اللؤلؤ ما كانش مجرد تجارة ومصدر عيش بالنسبة ليهم، كان حكاية بقاء وصمود على مر التاريخ، وكان وما زال هيفضل فضل وجزء من التراث الخليجي. اشتركوا في القناة عشان نعرف كل أسرار البحر وكل حكاويه، وقولوا لنا الحلقات الجاية عايزين نتكلم فيها عن إيه، ودمتم سالمين.